لو سألت أي مندوب دلوقتي إيه أهم حاجة تخلي التاجر يشتري منك أنت وما يشتريش من غيرك، هيقول لك السعر. وأنا بقول لك إن دي أكبر غلطة بيقع فيها 90% من المناديب، إنهم بيكونوا فاكرين إن التاجر بيشتري من الأرخص. وأنا كنت واحد منهم، لحد ما تاجر علمني درس خلاني أغير طريقتي في البيع لحد النهاردة. والغريب إن الدرس ده خلاني أكسب مبيعات أنا كنت فاكر إني خسرانها. كان عندي تاجر كل ما اروح له يقول لي نفس الجمله: سعرك غالي وفي شركات تانية كتير ارخص منك. وانا كل مره اروح له واسمع الجمله دي اقول لنفسي اكيد مش هيشتري مني المره دي. لكن الغريب انه كان بيطلب اوردر كل مره، لحد ما في يوم قررت اساله السؤال اللي غير كل حاجه. بصراحه استغربت منه، كل مره يقول لي غالي وبرضه يشتري. فقلت لنفسي لازم افهم ايه الحكايه بالظبط. فبصيت له وقلت له: طالما انت شايف ان سعري غالي وفي شركات تانية ارخص مني، بتشتري مني ليه؟ ابتسم وبص لي وقال لي جمله عمري ما نسيتها. بصراحه في اللحظه دي انا كنت مستنيه يقول لي اصل منتجك احسن، او جودتك اعلى، او حتى اسمك معروف. لكن هو ما قالش ولا كلمه من دول. اللي قاله كان ابسط من كده بكتير واقوى من كده بكتير. قال لي: انا واثق فيك. وسكت. استغربت وقلت له: مش فاهم قصدك، يعني ايه؟ قال لي: انا عارف انك عمرك ما هتدخل عليا بمنتج يضرني، ولو حصلت مشكله هترجع لي ومش هتختفي. انا مش بشتري منتجك، انا بشتري ثقه فيك وراحه لدماغي. ومن اليوم ده بطلت اشتكي لمديري من السعر، وبطلت احاول ان اكون رخيص، وبدات احاول ان اكون اكتر واحد بيثق فيه التاجر. لانه ببساطه ممكن ينسى السعر، لكن عمره ما هينسى مندوب ورطه، ولا هينسى برضه مندوب وقف جنبه وكان قلبه عليه. وبالمناسبة بعد ما نزلت الشوط اللي فات اتفاجئت ان واحد من عملائي القدام بعت لي الرسالة دي. ودي برضه حاجة تأكد لنا ان التاجر ما بيشتريش المنتج من اي حد، مش هيشتري غير من الشخص اللي وثق فيه بجد. ولحد هنا يكون خلص كلامنا النهارده. لو عجبك الفيديو ده اكتب لي في التعليقات ايه اكتر حاجة بتخلي التاجر يثق في المندوب. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان الفيديو الجاي هقول لك ازاي تبني الثقة دي من اول زيارة. اشوفكم على خير. سلام.